الله. السلام عليكم ورحمة الله. وفق التقرير الحديث عرضته وزارة الدفاع الفرنسية على البرلمان، استطاعت المملكة المغربية أن تزيح الجزائر من رأس قائمة أكبر مستوردي الأسلحة الفرنسية خلال السنوات الماضية، بعدما حصلت المملكة المغربية على شحنات من السلاح الفرنسي تقدر قيمتها بنحو 120 مليون أورو خلال العام الماضي. وذكر التقرير المنشور على موقع وزارة الدفاع الفرنسية أن الجزائر استوردت أسلحة فرنسية بقيمة 107 مليون أورو، فيما استوردت مساحة من فرنسا بقيمة تجاوزت 1.3 مليار أورو، فيما لم تتجاوز مقتنيات تونس من السلاح الفرنسي المليون أورو خلال العام الماضي. وحسب بيانات وزارة الدفاع الفرنسية، فإن إجمالي واردات السلاح الفرنسي نحو المملكة المغربية ما بين 2012 و 2016 تجاوزت ما قيمته 655.2 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 7.3 مليار درهم مغربي. وتعد سنة 2014 هي التي سجلت أعلى رقم في مقتنيات الدفاع، حيث استورد المغرب نحو 461.5 مليون أورو، وسجلت خلال السنة التي قبلها 40.4 مليون أورو، فيما قدرت مقتنيات الدفاع ب 13.6 مليون أورو خلال سنة 2012، فيما لم تتجاوز الواردات خلال سنة 2015 ما قيمته 12.7 مليون أورو. وحسب ذات المعطيات، فإن إجمالي مشتريات الجزائر من الأسلحة الفرنسية ما بين 2012 و 2016 يقدر ب 212.1 مليون أورو. دمتم سالمين، إلى اللقاء.